السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي، اهلا وسهلا. أما عاد أشتغل وياكم، تريدون ما عاد أشتغل؟ تشتغل يمنا؟ اي بعيوني، بس انت ليش تشتغل بهيج عمر؟ لأن أمي مريضة والدواء مالتها ب25. الدواء مالتك كل 5 أيام أكون أبدل هي. زين خلي ابوك شو يشتغل؟ أبوي متوفى. الى رحمة الله، الله يرحمه. زين مدرستك شلون حبيبي؟ أنا أقول لمن أروح لما تجي المدرسة أجي هنا أنا أشتغل، لما يحلون الطلاب أروح للبيت. تبقى على دوامك والتزم مدرستك والتزم دروسك، وتجي ايش وقت ما يستحق العلاج تجي انا اعطيك الفلوس اللي محتاجها وتتدلل. تريد أنا أجيب لك الوصفة؟ لا حبيبي تجيب الوصفة، تريد هي حكايتك كافية. انت ولا شاب ومرتب، وانا اريدك انه تلتزم مدرستك تلتزم دراستك. خوش، واي شيء تحتاجه تعال انا اعتبرني ابوك. شكرا. خوش حبيبي، يلا يعطيك العافية حبيبي، اهلا وسهلا بك. وضعنا كله بصوره عامه وضع مرير، بس احنا لازم انه نتعاون، لازم انه نصير ايد واحده. يعني الطفل اليتيم انه كل انسان يمشي على الارض هو يكون اب له ويسنده ويساعده، وبالاخص هذا الساعه وضعنا وهذا بلدنا اللي جاي يمر يعني بمآسي مثل ما تقول، فلازم انه نتكاتف ولازم واحد يعاون الثاني وواحد يساعد الثاني حتى ننجو الى الخير ان شاء الله. انت تكمل المدرسه ليش تكمل؟ المدرسه لانه هو البلد ينبني بدول الطيبين، احنا ناس مثل ما تقول عن تعبنا بعد، مو فامنا بالله وبيهم انه نبني هالبلد هذا، وان شاء الله يطلعون عندنا الكفاءات الاطباء والضباط والاساتذه كلهم من هالجيل هذا الطيب ان شاء الله. الله يوفقك بعد يا طيب يعزك مرحبا.